حكاية جديدة وقصة جديدة، يا رب يكون بتعجبكم واستنى كومنتاتكم وتقولوا لي بتتابعوني من أنهي بلد وتفعلوا الجرس. النهاردة قصتنا بعنوان بنتي اللي ما قدرتش أنقذها. أنا راجل عادي عايش علشان بنتي، كانت هي روحي، ضحكتها كانت النور اللي بيطرد عني كل هم. كل يوم أرجع من الشغل تعبان ألاقيها مستنياني عند الباب، تجري تحضني وتقول لي بابا وحشتني. كنت بحس إن الدنيا كلها تتجمع في الكلمة دي. في يوم ابتديت ألاحظ إنها بقت ساكتة أكتر، ضحكتها قلت، عيونها بقت حزينة. كنت بسألها مالك يا بنتي، ترد بابتسامة باهتة مفيش يا بابا، لكن قلبي كان حاسس في حاجة بتوجعها. بعد فترة اكتشفت إن بنتي بتتعرض للتنمر في المدرسة. صحابها كانوا بيسخروا منها، بيجرحوها بكلام صعب، كلام كسرها من جوه. وأنا ما كنت جنبها وقت ما كانت محتاجة حضني أكتر من أي وقت. كنت مشغول بقول لنفسي دي كبيرة وتقدر تواجه، لكن الحقيقة كانت بتتألم لوحدها. اللحظة اللي كسرتني في ليلة دخلت أوضتها لقيتها بتكتب في ورقة: بابا أنا تعبت، نفسي أنام وما أقومش. الكلمات دي قتلتني. إزاي بنتي اللي كنت فاكرها قوية تبقى مكسورة للدرجة دي؟ إزاي أنا المفروض أكون سندها أسيبها تنهار لوحدها؟ حضنتها ووعدتها إني مش هسيبها تواجه وحدها تاني. اتعلمت ان اوقات الكلام البسيط والاهتمام الصغير بيمنع وجع كبير. اتعلمت قصتي مع بنتي علمتني ان الاب مش بس مصدر امان، الاب حياة كاملة لولاده، وان كلمة بابا مش لقب، دي مسؤولية ومحتاجة قلب صاحي دايما. فعلا الابوة هي اساس البيت. الاب اساس عمود البيت زي ما بيقولوا. لازم يكون عينيه صاحية، شغال تعبان، لكن لازم في وقت لبناته، وقت لعياله، وقت لمراته. لو هو مال سنة البيت ممكن يقع. والتنمر، ليه تتنمري على صاحبتك؟ ايه اللي فيها، ايه اللي فيكي وما فيهاش؟ التنمر يا جماعه احنا بنواجه المشكله دي في جميع المدارس، في الكليات، في السناتر، في كل حاجه. تلاقي بنتي مثلا قصيره شويه، ليه قصيره كده؟ ليه؟ ويقعدوا يضحكوا عليها ويتنمروا عليها. الموضوع صعب. انت بني ادمه زيك زيها، لازم تحسي بيها ولازم تحافظي على مشاعرها. والاب انت سند لبنتك ولابنك ولمراتك، انت اساس البيت، انت اللي مسؤول عن كل حاجه كبيره وصغيره. كل راعي مسؤول عن رعيته، وانت الراعي بتاع البيت دوت. انت بتبقى مشغول عشان تجيب لهم الاكل والمعيشه والحياه، بس برضو لازم تخصص جزء من وقتك ليهم، تسمعهم. تسمع بنتك ايه المشكله، تيجي مثلا بعد كل يوم تعب تيجي ترتاح شويه وتقوم لي مثلا لابنك: ايه اللي حصل معاك النهارده في المدرسه؟ ايه اللي حصل معاك النهارده في الكليه؟ لازم ده اساسيات يا جماعه، احنا ما نستغناش عنها. لا، ما ينفعش اب يتغاضى عن الموضوع ده، يقول لا انا تعبان وباجي شقيان وباجي ده اجي انام وامهم معاهم. لا، ربنا خلى ام واب ليه؟ عشان يشيلوا حاجه واحده. ما الام مثلا تقول لك انا تعبانه في البيت مش فاضيه لهم. زيك زيها، زي ما انت ما بتشقى بره هي بتشقى جوه. ولازم انتوا الاتنين، كل واحد بنته تيجي من بره او ابنه يجي: ايه اللي حصل النهارده؟ ايه يومك النهارده؟ حياتك النهارده كانت ماشيه ازاي؟ صحابك النهارده انت مصاحب مين؟ تتعرف على اصحابه، تتعرف على زمايله. لازم الحياه كده، الحياه مشاركه، والاب سند وعمود البيت. حكايتنا النهارده بتتكلم: عمرك حسيت انك اتكسرت من جوه لدرجه انك مش قادر تتنفس؟ ده اللي حصل معايا. هل عمرك حبيت شخص لدرجة إنك سلمت له قلبك وعقلك وكنت واثق إنه مستحيل يجرحك؟ أنا كنت كده بالظبط، لكن اتعلمت إن أكتر ناس بنأمن لهم ممكن يكونوا أول ناس يكسرونا. كنت متجوز من سنين وعندي بيت بسيط مليان حب، على الأقل كنت فاكر كده. كنت بحس إني محظوظ، عندي زوجة بحبها من قلبي، وصديق عمري اللي عارف كل أسراري من وإحنا أطفال. لكن اللي اكتشفته بعدين كان أكبر طعنة في حياتي. في البداية كنت واخد بالي إن مراتي بتتغير، بقت سرحانة كتير، مش مركزة معايا، بترن على تليفونها كتير وبترد بسرعة كأنها خايفة. سألتها مرة: في حاجة مضايقاكي؟ ابتسمت وقالت لي: انت بس اللي واخد بالي، أنا تمام. صدقتها لأني عمري ما شكيت فيها، بس جوايا كان في إحساس غريب، إحساس بيقول لي في حاجة مش طبيعية. وفي يوم كنت راجع بدري من الشغل،
لقيت باب الشقة مش مقفول كويس، دي بقى المصيبة. دخلت بهدوء، سمعت صوت ضحك جاي من جوه الصالة، قلبي وقف. مشيت بخطوات تقيلة، ولما دخلت لقيت المشهد اللي مستحيل انساه طول عمري. مراتي قاعدة مع أعز واحد عندي، صاحبي اللي عمري ما اتخيل انه يخوني. كانوا بيتكلموا مع بعض بضحك وعيونهم بتفضح كل حاجة. اللحظة دي كسرتني، هي اللحظة دي تكسر أي راجل طبعا. حسيت كأني انسحبت من تحت رجلي الأرض، صرخت إيه ده؟ حسيت سكتوا فجأة، اتجمدوا مكانهم، هي وشها بيض من الخضة. هو مش قادر يبص في عينيا. سألتهم هو ده جزائي بعد ما كنت أقرب اتنين ليا؟ هي حاولت تبرر، حاولت تقول لي كلام ملهوش معنى، بس الحقيقة كانت واضحة زي الشمس. الخيانة حصلت من اللي كنت بأمن لهم حياتي. خرجت من البيت مش فاكر أنا ماشي إزاي، دموعي نازلة وقلبي بيتقطع. في لحظة حسيت إن حياتي كلها انهارت، كل ذكرى كل ضحكة بقت وجعة. عدت أيام طويلة وأنا مش قادرة أنام. كل مرة أفتكر المشهد ده جسمي بيترعش. إزاي خانتني، وإزاي صاحبي اللي اديته ظهري طعني. عارفين إيه أصعب حاجة؟ إنك ما تبقاش عارف تصدق مين بعد كده. تفقد الثقة في كل الناس، حتى في نفسك. بس مع مرور الوقت اتعلمت درس: مفيش حد يستاهل تديله ثقتك العامية غير ربنا. الناس ممكن تخون، ممكن تكسر، ممكن تبيع، لكن اللي عمره ما بيخون. دلوقتي أنا واقف على رجلي تاني، مش زي الأول. لا، أنا اتغيرت، بقيت أقوى، وعرفت إن الخيانة مش نهايتي، هي بداية حياة جديدة ليا. ولو أنت بتمر بنفس التجربة صدقني مش نهاية العالم. يمكن يكون ربنا بيبعد عنك ناس مؤذية عشان يفتح لك باب جديد. كل وجع جواك هيجي يوم وتفتكر إنه كان سبب في قوتك. الخيانة وجع مفيش بعده وجع. إنك تلاقي أقرب الناس ليك هم نفسهم اللي بيكسروا ظهرك. في الفيديو ده هتحس بوجع قلبي وأنا بحكي حكايتي، إذا اكتشفت إن مراتي خانتني مع أعز صحابي، والصدمة اللي غيرت حياتي للأبد. القصة حقيقية مليانة مشاعر وجع، لكن فيها درس مهم: مفيش حد يستاهل ثقتك العامية غير ربنا. يلا بينا فضفضة جديدة وحكاية جديدة. كنت فاكرة إني لما أحب بصدق هلاقي نفس الصدق قدامي. كنت مؤمنة إن التضحية هترجع لي يوم من الأيام بالحنان، وإن الصبر هيتكافئ بالاهتمام. بس الحقيقة اللي عرفتها متأخر إن مش كل اللي بيوعد بينوي ينفذ. كنت أنا وهو قصة باين من بره إنها حلوة، صور وضحك وكلام حب، لكن اللي محدش كان يعرفه إنه جوه العلاقة دي كان في وجع، كان في كسرة، كان في إهمال بيقتلني كل شوية. أنا كنت دايما موجودة في أضعف أوقاته قبل قوته. كنت اللي بسمعه واللي بشيل عنه واللي داوي. بس أول ما جالي وقت ضعفي لقيت نفسي لوحدي. هو اختفى. ساعات كان بيرد عليا بكلمة باردة، وساعات بيتجاهلني كأني مش موجودة أصلا. كنت أبرر لنفسي يمكن تعبان، يمكن مشغول، يمكن الدنيا واخداه. بس الحقيقة إنه ما كانش عايز يكون موجود. عارفين إيه أصعب لحظة؟ لما تستني كلمة تطمنك وما تجيش. لما تفتكر إنك الأولى وتكتشف إنك مجرد اختيار، والاختيار ده ما اتخدش. وجعتني فكرة إني ضحيت بكل حاجة مقابل لا شيء. أنا كنت برسم مستقبلي وياه، وهو كان بيرسم مستقبله بعيد عني. في يوم لقيت نفسي بقلب في صورة وأقرأ كلامه القديم. ضحكت ضحكة مليانة مرارة. إزاي صدقته؟ إزاي كنت فاكرة إن الكلمة ممكن تعيش من غير فعل؟ الخذلان مش بس وجع، الخذلان بيعلمك إنك ما تديش كل قلبك لحد إلا لم يثبت إنه يستاهل. بيعلمك إنك تحب نفسك الأول، لأن محدش هيخاف عليك زيك. اللي وجعني النهاردة هو السبب إني أقوى بكرة، واللي خذلني هو اللي خلاني أعرف إني مش محتاجة غير نفسي. يمكن كنت سبب في وجعي، بس صدقيني بقيت أنا سبب في قوتي. وأنا النهاردة مش بعيط عليك، أنا بعيط على نفسي اللي صدقتك.
لكن خلاص الصفحة اتقفلت والدرس اتعلمته. ولو انت بتسمعني دلوقتي افتكر اللي يخذلك مرة هيخذلك 1000 مرة. اختار نفسك قبل ما تختار اي حد. صح، حبي نفسك، حبي حياتك، حبي عيشتك قبل ما تفكري تحبي حد. ما يمكن اللي بتحبيه دوت هو فعلا سبب كسرتك وكسرة قلبك اللي يخليكي طول عمرك ما تفكريش في حد تاني. عشان كده لازم تقوي بنفسك انت وبربنا. طبعا بربنا قبل اي حد. ارجعي لربنا بقى قبل اي علاقه. يعني صلي صلاه استخاره، يمكن ربنا ينور لك طريقك، يعرفك الشخص ده قبل ما تحبيه من قلبك وتتكسري. اللي الصلاه يبين لك، ربنا يبين لك الشخص ده مش مناسب ليكي قبل ما تقعي معاه في قصه حب وانت اللي تتوجعي فيها. الراجل مش بيتوجع، الست بتتوجع اكتر. الراجل هينسى، هيكمل حياته وهيعيش. لكن في ست ما بتقدرش تنسى حبها. عشان كده ده رأيي. مش عارفة رأيكم زي رأيي ولا لأ. يا ريت لو رأيكم زي رأيي أو رأيكم مختلف عن رأيي أستنى كومنتاتكم الجميلة على صفحتي، وهرد عليكم ونشوف آراء بعض، وإن شاء الله ما فيش يكون في اختلاف ما بيننا وبين بعض. ومع السلامة. رانيا فضفضت قلبي مع رنا.